محمود، من حيث نقطة البداية بعد كل هذه الحوارات والتوضيحات التي أوضحناها للسادة المشاهدين، حظر التجوال الذي أعلنه المجلس العسكري، هل كنت تراه قرارا صائبا أم كما وظفه بعض الناس من أنه دلالة على أن المجلس العسكري كان وصل إلى آخر حلوله؟ لا طبعا بالتأكيد، يعني هو أنت تتحدث عن اشتباكات واحتكاك يدعو إلى المزيد من الاشتباك. و يعني كل المحاولات لإثناء هؤلاء المغامرين الذين ذهبوا يقذفون رجال الجيش ووزارة الدفاع بالحجارة، وما شاهدناه على شاشات الفضائيات وما تابعناه عن كثب من محاولات للاستفزاز بين الجانبين وتبادل الاتهامات، لدرجة أن هناك من يقول أن الجندي الذي قتله أحد ضباطه لأنه رفض تنفيذ أمر. مثل هذه الشائعات ومثل هذه الخزعبلات التي تخرج بين فينة وأخرى لا بد لها من أن يحدث فصل بين الجانبين حتى تهدأ النفوس وحتى يعاد صياغة الموقف من جديد بأقل خسائر ممكنة. وحظر التجوال ليس إلى ما لا نهاية، وإنما قضي به ليوم واحد حتى يتم تفريغ المنطقة المحيطة بوزارة الدفاع وتأمين الشوارع المؤدية منها وإليها، حتى يتم التعامل مع الموقف بشكل بعيدا عن الاشتباك والتلاحم المباشر بين ناس تحكمهم سيكولوجية الحشد وتحركهم بعض الإشاعات وبعض الأغراض الدنيئة التي تنفذ أجندات خارجية، وبين قوات من الجيش لا تقوى أبدا على أن توجه رصاصها إلى صدور أبنائها. فمسألة يعني البعد الذي أخذه قرار حظر التجوال لهذه الساعات البسيطة، هذا أيضا جزء من المؤامرة وليس إلا. ولم يكن أنا في تصوري أن هذا القرار كان يجب أن يكون مبكرا عن تلك الأحداث التي سقط فيها في البداية حوالي 20 قتيل، وبالأمس قتيلين وأكثر من 200 مصاب في الأيام الماضية. كان يمكن أن هذا القرار، هذا الاحتقان الموجود، لو كان قد صدر قبل تصاعد الأحداث ووصولها إلى تلك النقطة الدامية. نعم سيد محمود، هناك بعض الفيديوهات التي تنشر على المواقع الإلكترونية، يعني رأت بعض من عساكر الجيش أو المجندين في الجيش المصري يرقصون فرحا بعد فض لنقل الاعتصامات أو المظاهرات، وحقيقة أخذ عليهم هذا الموقف. يعني أنتم لم تنتصروا في حرب مثلا. يعني كل طرف على الآخر. إذا تابعت مواقع التواصل الاجتماعي سوف تجد أو القوى المناصرة للمجلس العسكري على مواقع التواصل الاجتماعي، كل يفسرها بطريقته. هذا في ناحية نصرتها للمجلس، وهذا في ناحية تأنيبها للمجلس وتحميله المسؤولية. مثل هذه الحالة لا تنتج أبدا حوارا محترما يمكن أن يؤدي إلى نتائج، لأنها تعمق الشرخ بين الجانبين وتزيد الهوة وتعمق الفجوة التي نشأت بسبب وجود أزمة عدم الثقة بين كل الأطراف. لنا الآن أن نجري حوارا شفافا راقيا بعيدا عن تلك المزايدات والمهاترات السياسية والاجتماعية والأمنية. لنا الآن أن يكون هناك لغة حوار راقية محترمة توصلنا إلى نتائج، لأن في النهاية أنت عندما تسأل المجلس العسكري هو يعمل لصالح مصر، عندما تسأل الإخوان المسلمين يعملون لصالح مصر، عندما تسأل السلفيين يعملون لصالح مصر، وربما إذا سألت البلطجية أيضا يقولون أننا نعمل لصالح مصر. إذن يا أخي، إذا كان الهدف النهائي هو صالح مصر، لماذا لا نتفق على خطوط وأطر وسياقات وتحكمها مجموعة من المواثيق والأعراف والتوافقات التي تنتج عملية سياسية تدفع بمصر إلى الأمام وتعيد بناء ما حطمته سنوات حكم حسني مبارك وما تلاها من أزمة وأزمات تلاحق الثورة التي تريد أن تخرج بمصر إلى النور وتجعل منها دولة تستحق مكانتها التاريخية الرائدة. لا أعلم هل هو عتاب أم تساؤل أم طرح فقط. يعني ما رأيته أيضا من بعض الأشياء التي أثيرت داخل ميدان العباسية، ورأيته بعيني أيضا في بعض الأمور،
عربات للجمهور أو للشعب قد احترقت دون أي ذنب، محلات تجارية قد كسرت تماما حتى دون نهب، يعني مجرد التكسير، وأشياء أخرى. يعني ما الهدف من هذه الأشياء؟ وإن كانت هذه مظاهرات سلمية، لماذا نتج عن هذه الأشياء؟ دائما ما أتساءل من المستفيد مما يجري في مصر؟ إذا كان هناك طرف يستفيد من سيلان الدماء، وإذا كان هناك طرف أيا كان هذا العدو، لا أريد أن أدخل في حد ثالث ومؤامرات الدول الخارجية. دع من يتآمر، الجميع يمكن أن يكون يتآمر على الجميع، ولكن في النهاية تريد صالح العام وصالح مصر. لنبدأ أولا بعدم عقل. لا أنتمي إلى أي تيار سياسي سواء دينيا أو ليبرالي أتهم بأنني عدو للثورة وضد الثوار وما إلى ذلك. لماذا يا أخي؟ أنا أريد أن تكون الأجواء هادئة حتى نستطيع البناء وأن نجود من عملياتنا السياسية حتى تكون عملية ونموذجا يحتذى في المنطقة والعالم، كما كانت ثورتنا نموذج يحتذى في المنطقة والعالم. عندما تحدث الجميع بعد سقوط نظام حسني مبارك، أو حتى في الفترة التي سبقت سقوطه، لم يكن هناك منصة ترفع رايات سوداء ومنصة ترفع رايات بيضاء، والبعض يرفع أعلام دول غير مصر أيا كانت تلك الدولة، وصور غير المصريين أيا كان هؤلاء الأشخاص. لم يكن هذا المشهد موجودا. فقط عندما تفرقنا وأصبح لكل جماعة منصة، ولكل مجموعة علم، ولكل يعني فكر قائد وأيديولوجية، للأسف الشديد وصلنا إلى ما نحن فيه الآن. أما عندما نتوحد، وهذا ظهر، أسقطنا أعتى نظام في المنطقة والعالم، كان مجرد التفكير في إسقاطه حلم لم يراود حتى الثوار أنفسهم. فقط بالتوحد والعمل لصالح مصر، لا لصالح أي قوى سياسية ولا لصالح أي منظومة دولية أو سواء إقليمية أو عالمية. السيد خالد علي مرشح لرئاسة الجمهورية قال إن ما حدث في منطقة العباسية يعد استكمالا لسيناريو الانقلاب على الثورة، والذي بدأ منذ أحداث 9 مارس من العام الماضي، مرورا بأحداث كثيرة تدل على أن المجلس العسكري حمى الثورة المضادة. يعني للأسف الشديد هذا الكلام يدخل في باب إشعال المواقف. يا أخي، إذا كان الجيش يريد الانقلاب على الثورة، دائما عندما يعني تنتصر لموقف الجيش المصري، تجد من يخونك أيضا ويقول أنك ضد الثورة المصرية. لا يا أخي، لسنا ضد الثورة المصرية، ولسنا ضد الجيش، ولسنا مع الجيش، وإنما مع مصر في البداية والنهاية. أنت يا سيد خالد علي مرشح لرئاسة الجمهورية وتقول هذا، فما بالك برجل الشارع العادي الذي يتأثر بك ويتصرف على أساس هذا القول؟ أنت تقوم بعملية استعداء على من بالفعل حموا الثورة في البداية. هم بالتأكيد لهم أخطاء، وبالتأكيد لهم يعني عوار في بعض قراراتهم، ولكن في النهاية يا أخي هم الحاكم الذي يدير الأمور. ومسألة الانقلاب على الثورة هذا أمر يعني أن البلد تدخل في مرحلة حرب أهلية. أنت عدو للجيش وهذا عدو للثورة، إذن فليتقاتل الاثنان وتكون النتيجة دمار وخراب. لماذا لا نقرب المسافات ونقيم حوارا محترما هادئا راقيا يقوم على أسس يضعه عقلاء هذه الأمة ومن يريد بناء مصر بعد هذه الثورة العظيمة، ونقرب المسافات بدلا من هذا التباعد. تبادل الاتهامات لا ينتج إلا اتهامات جديدة، وانعدام الثقة لا ينتج إلا عداوات، ومن ثم تنهار البلاد وتسقط في هوة سحيقة لا يمكن أن تخرج منها أبدا. الآن يجب أن نعيد الثقة بين كل الأطراف أيا كان الثمن لإعادة هذه الثقة، وألا نتحاور ونحن يعني يد تسلم وفي اليد الأخرى خنجر خلف الظهر. لا يمكن أبدا لهذا النظام أن يبني دولة، ولا يمكن لهذه الطريقة أن تحل مشكلة، وإنما تزيد العداوات وتنتج المزيد من الأخطاء والخطايا التي لا تفيد إلا أعداء البلاد. الآن هناك حوالي 300 محتجز من يعني أخذوا 15 يوما وهو حبس احتياطي تقريبا، يعني من أجل استكمال باقي التحقيق معهم وما إلى ذلك.
يعني هؤلاء ال300 سوف تقوم أيضا عليهم مظاهرات، وأنت تدعو إلى حوار. من سيتحاور مع من ومن سيجلس مع من وكل الأطراف، وأنت أول العالمين بذلك يخونون بعضهم بعضا. يعني حتى الآن ليس التخوين للمجلس العسكري فقط، بل إن الأطراف نفسها تخون بعضها بعضا. هذه هي الكارثة، ولهذا أقول لك أنه يجب تماما نسيان المصالح الشخصية وترك إغلاق باب تصفية الحسابات تماما. نبني أولا ثم بعد ذلك نحاكم ونصدر الأحكام ونسجن ونعتقل ونعدم حتى من يثبت أنه كان ضد البلاد وضد العباد. أما أن نبدأ حوارنا بالتخوين ونبدأ حديثنا بإلقاء التهم، فبالتأكيد ما من الطرف الثاني إلا أنه سوف يرد تلك التهم وتزيد الهوة السحيقة بين كل الأطراف، ونصل إلى عدم وجود لغة للحوار وإنما للقتال. سيد محمود، بصراحة شديدة، ما حدث الآن تراه في مصلحة من التيارات أو من القوى السياسية؟ ليس في مصلحة أي شخص، ليس في مصلحة أي تيار أن تحترق البلاد، ليس في مصلحة أي تيار أن تحترق البلاد. لنجعله بصورة أخرى، من الممكن أن يستغل ما حدث لمصلحته؟ هل التيارات الليبرالية؟ هل اليسارية؟ هل مرشحين الرئاسة؟ هل المجلس العسكري؟ يعني سؤال يحير الجميع حقيقة، هو الآن مثار للتساؤل. للأسف الشديد يعني التيارات السياسية المصرية تتهم المجلس العسكري أنه يدبر هذا بليل وفي الخفاء حتى يمدد من فترة بقائه في السلطة، والمجلس العسكري يتهم تلك القوى بأنها تنفخ في النار وأنها تشعل الحرائق حتى تورط المجلس العسكري وتحرجه. وللأسف الشديد في النهاية الخاسر الأول والوحيد هو المواطن المصري. نعم، المواطن المصري هو الخاسر الأول والأخير. الملف المصري كما شاهدناه مشاهدينا دائما هو ملف مليء بالسخونة، كما نعلم جميعا. السباق الرئاسي ملتهب ما بين الحملة الإعلانية وما بين الطعون وما بين التشكيك القضائي وما بين حتى المسائل القضائية العالقة ومن استدعي من الرئاسة إلى ذلك. لكن يعني دعونا أولا نذهب الآن إلى موجز لأهم وآخر الأنباء، ثم بعد ذلك نتناقش في باقي ملفاتنا في هذه الحلقة. موجز الأخبار. صرح مصدر عسكري بأنه تقرر استمرار حظر التجوال بمنطقة العباسية في مصر من الساعة 11 مساء السبت وحتى 7 من صباح الأحد، وقد سادت حالة من الهدوء في ميدان العباسية، وانتظمت كذلك حركة المرور في جميع الشوارع.